صدرت البلوجر جوري المغربية ترند السوشيال ميديا ومحركات البحث بعد انتشار أخبار عن طردها من مدينة دبي في الإمارات بعد اكتشاف إصابتها بالإيدز. طب إيه تفاصيل إصابتها بالإيدز؟ وهل تم طردها من دبي فعلا؟ وإيه تفاصيل الاتهامات اللي اتوجهت ليها؟ كل ده هتعرفوا معانا في الفيديو ده. انتشرت أخبار كتير مؤخرا عن إصابة البلوجر جوري المغربية واللي اشتهرت بفيديوهاتها على تطبيق سناب شات بمرض الإيدز، وكانت البداية لما نشر مغرد سعودي الخبر وأكد إنه تم طرد جوري المغربية من مدينة دبي بعد اكتشاف إصابتها بالإيدز، بالإضافة لممارستها أفعال منافية للآداب طول فترة إقامتها في دبي. وأكد إن السلطات الإماراتية أصدرت قرار طردها بعد ما تم التأكد من إصابتها، بالإضافة لتورطها في ابتزاز شخصيات تم تصويرهم في أوضاع مخلة في بعض الفنادق في دبي. وتسبب خبر إصابة جوري المغربية في إثارة جدل كبير في الإمارات وفي المنطقة العربية كلها على منصات التواصل الاجتماعي. وأكدت وسائل إعلامية في الإمارات إنه فعلا تم طرد المغربية جوري من البلد بعد ما ثبت إصابتها، لكن لغاية دلوقتي ما صدرتش أي بيانات رسمية عن الموضوع ده. كمان جوري ما ظهرتش خالص وما نشرتش أي فيديو من وقت انتشار الخبر، وما علقتش لغاية دلوقتي بالتأكيد أو بالنفي، وده اللي أثار استغراب جمهورها. والبلوجر جوري المغربية من مواليد سنة 1995 وهي مغربية الأصل، واتولدت في مدينة الدار البيضاء لكنها مقيمة في مدينة دبي في الإمارات، واشتهرت بفيديوهاتها على تطبيق سناب شات. وتعتبر جوري من صانعي المحتوى البارزين في الخليج، وبرغم أصولها المغربية لكنها نجحت في تكوين شعبية كبيرة في دول الخليج، وبيتجاوز عدد متابعيها حاجز ال 2 مليون مشترك على تطبيق سناب شات. كمان بيتابعها أكتر من 100 ألف متابع على تطبيق تيك توك. واشتهرت جوري المغربية مؤخرا بنشرها مقاطع فيديو مثيرة للجدل على حسابها في تطبيق سناب شات، وكانت بتظهر في بعض الأحيان في أوضاع مخلة بالآداب العامة. وأكدت بعض وسائل الإعلام إن جوري المغربية كانت بتستغل نجوم الفن والرياضة في دبي، وكانت بتصورهم في أوضاع مخلة في أحد الفنادق، وبعد كده كانت بتبتزهم بنشر الصور ومقاطع الفيديو لو رفضوا دفع مبالغ مالية كبيرة ليها. جوري المغربية هي واحدة ضمن سلسلة من مشاهير السوشيال ميديا المقيمات في دبي، وبيعتمدوا على الإثارة لتحقيق نسب مشاهدات عالية عن طريق محتوى بيستهدف الشباب والمراهقين، وده لأن أغلب شباب الخليج من المتفاعلين مع المنصات دي، خصوصا تطبيق سناب شات اللي بيحظى بشهرة كبيرة في الخليج.